برحب فيكم متابعي منصة السياسة بلس، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من هاشتاج بيروت. وبصير استضيف معي في هذه الحلقة النائب سيزار أبي خليل. أهلا وسهلا فيك معنا سعادتك. شكرا على الاستضافة. يعني بدي بلش معك من كلام أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم من تاريخ دخولهم الحرب لهلا ومواقف حزب الله يعني بعدها نفسها هي ذاتها. الشيخ نعيم قاسم بيقول امبارح انه حل للأزمة الراهنة بيبدأ بوقف العدوان، انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة، الإفراج عن الأسرى، عودة السكان إلى مناطقهم بالتوازي مع إطلاق عملية إعادة الأعمار. وبشوف أنه حزب الله قدر يفشل مخططات العدو، أنه خيار المقاومة بيبقى النصر أو الشهادة. بدي قراءتك من بعد كل هذه الأسابيع على دخولنا الحرب، هل أخطأ أم أصاب حزب الله؟ وشو رأيك بكلام الشيخ نعيم قاسم؟ لا، أول شيء أكيد نحن موقفنا واضح، نحن ضد إسناد إيران مثل ما كنا ضد إسناد غزة، ضد الانخراط بحروب إقليمية لا نفع ولا مصلحة للبنان منها. ونحن أكيد بالأول حملنا المسؤولية للإسرائيلي يلي ما توقف على 15 شهر من الاستهدافات داخل الأراضي اللبنانية، يلي ما انسحب من النقاط اللي كان احتلها بعد حرب إسناد غزة، على الرغم من وقف إطلاق النار تبع 27 نوفمبر 2024. إنما أيضا حملنا المسؤولية لحزب الله لأنه عطى الذريعة لإسرائيل حتى توسع هذه العمليات العسكرية والاستهدافات على كل الأراضي اللبنانية. وأكيد حملنا مسؤولية للحكومة اللبنانية اللي جزء منها كمان حزب الله، يلي حزب الله هو ساهم بإنتاج هيدي السلطة كلها من أول سنة 25 لليوم. حزب الله ساهم بإنتاج هيدي السلطة يلي بهيدي الفترة كلها ما عملت شيء، تركت الأمور حتى يحل الوقت. إذا بتنحل بالمفاوضات بين أمريكا وإيران تنحل مع عنا، وإذا ما انحلت بدها تنحل بالحرب تنحل بالحرب. يعني عطيت تعهدات للخارج وللداخل متناقضة هيدي السلطة، وقعدت تنتظر انه الوقت يحل الامور، مثل ما هي جزء كبير من اليوم يعني اداء للسلطة منه قد الوضع يلي نحن فيه هلا. الشيخ نعيم قاسم ادبيات الحرب تبعه ما بدي اقعد ناقش له اياها. نسي حصرية السلاح يلي اكيد الحل لازم يكون بتحرير كل الاراضي اللبنانيه وتحرير اللبنانيين اللي خطفتهم اسرائيل. اكيد الحل بده يكون بوقف الحرب، بوقف الاستهدافات. هيدا امر اكيد. واجبات اللبنانيين يرجعوا يعمروا، بدهم يعمروا ارضهم، اكيد بدهم يعمروا ارضهم اللبنانيه. بس موضوع حصريه السلاح يسبق الوقف على العدوان الإسرائيلي؟ لا، بس موضوع حصرية السلاح بالحل اللي مبلش فيه أسقطوا الشيخ نعيم قاسم اللي هو جزء من سلطة قامت على هيدا الأساس وعلى هيدا التعهد وعلى هيدا البيان الوزاري. بقى هودي أمور هلا هيدي أدبيات الحرب ورفع المطالب ورفع سقوف المطالب. مطلب اللبنانيين كلهم هو وقف الحرب، مش مطلب حزب الله. واللبنانيين محملينه مسؤولية إعطاء الذريعة لإسرائيل لتوسيع عدوانها من دون، على الرغم من إنه مش عم برئ إسرائيل يلي ب 15 شهر ما وقفت الاعتداءات. بس لو حزب الله بهال 15 شهر وعدم انسحابها من النقاط الخمسة راح راح يقاوم تيحرر هذه الارض، كان امام اللبنانيين بيقدروا يقول لهم انه انت بالسياسه ما حررت الارض، راح عم حررها بالعسكر. بس حزب الله ما اختار يرجع على الميدان الا لما تم اغتيال مرشد الثوره الايرانيه. ولكن هن عندهم سرديه ثانيه بتقول انه الجيش الاسرائيلي كان عم يحشد على الحدود 100,000 جندي، وبالطبع يعني هدول 100,000 جندي ما كانوا انه فقط عم يستدعيهم للاحتياط، يعني اكيد بده ينفذ عمليات بلبنان. كرمال هيك هن افشلوا مخططهم مثل ما قال الشيخ نعيم قاسم وفتحوا هذه الحرب عليهم. بس خسر تأييد اللبنانيين
لو كان لو راح عمل المعركة دفاعا عن لبنان كانت شيء بالنسبة للبنانيين، واسنادا للثورة الإيرانية وللنظام الإيراني هيدا شيء تاني بالنسبة للبنانيين. اللبنانيين غير معنيين بالنظام الإيراني، نحن مش معنيين. الإيرانيين هن بيختاروا النظام طبعا، لنا معنيين بالدفاع عنه ولنا معنيين بإسقاطه. نحن دولة صغيرة، هيدي الحرب الإقليمية لا نفع ولا مصلحة إلنا فيها. بالمقاومة بتحرير الأرض ما حدا من اللبنانيين في يناقشوا إنه لما في أرض محتلة إنه على اللبنانيين بكل الوسائل يروحوا يحرروها. هيدا أمر خارج النقاش. أما الانخراط بحرب إقليمية من دون ما يكون لنا فيها نحن نفع او مصلحه او قرار باقي اللبنانيين، هيدي اكيد اللي مش موافقين معه عليها. ولكن حزب الله يمكن ببيانه كان سابقا اصلا قال يعني اذا تم اغتيال المرشد الايراني نحن ما حنقف على الحياد، يعني هذا كان واضح فيها مع الدوله اللبنانيه وما خبى هذا الموضوع. وببيانه بيقول انه سائرا لدماء خامنئي، وايضا لانه سكتنا 15 شهر عن الاعتداءات الاسرائيليه اللي ربطهم هذا امر بنختلف معه فيه. مش انا ما في اخبر اللبنانيين شو بدي اعمل ومشوا وراي، ما عليه. هاي ما في عليها اجماع، هاي اللبنانيين مش موافقين عليها. ما في يلزم كل اللبنانيين بعقائده الدينية والسياسية. هو طب كيف توصف هذه هيدا أمر مرفوض. لو كانت هيدا الحرب، لو قال الحرب نحن الإسرائيليين ما التزموا وهودي الضمانات الأمريكية والفرنسوية اللي عملتهم السلطة اللي بالآخر مش أنا اللي فوضت عليهم، هن كانوا عم بفوضوا على اتفاقية وقف النار. منيح. والرئيس بري بتصور مش عم بيمثل التيار الوطني الحر، كان عم بيمثل الثنائي الشيعي اللي بيناتهم حزب الله. هن عملوا هذا الاتفاق. كان في يقول انه اسرائيل امريكا ما التزموا بهذا الاتفاق. في عندي 5 بقع 5 نقاط محتلتهم اسرائيل، انا بدي اشتغل لا تحريرهم، بدي اقاوم الوجود الاسرائيلي على الارض اللبنانيه. ما كانوا اللبنانيين قدروا ناقشوا بالموضوع. بس بنسكت 15 شهر وبنروح نصرة لايران. كيف بدك هيدي تقدري تقنعي اللبنانيين فيها؟ ومره ثانيه ما حدا عم بيبرر لاسرائيل اعتداءاتها. بالعكس، اليوم اسرائيل الحرب اللي عم تعملها اسرائيل صارت حرب على كل اللبنانيين. لم تعد حرب، هيدي حرب عم بتدمر الاقتصاد اللبناني، عم بتشل حياة اللبنانيين كلهم، عم تعمل دمار. بالاخر كل اللبنانيين رح يدفعوا حقه، مش حزب الله بس. لما بنروح على الاعمار ومن مولو من خزينة الدولة، كل دافعي الضرائب عم بيمولوا هيدا بقى. هيدي حرب تبعاتها على كل اللبنانيين وليست فقط على حزب الله. كيف بتوصفها هذه حرب؟ شو يعني اذا بدك توصفها لهذه الحرب؟ اليوم الحرب هي حرب على كل لبنان. كلنا معنيين نشتغل، والدولة اول شيء، السلطة القائمة اول شيء معنية تشتغل لايقاف الحرب، توقف الحرب وتروح من بعدها على حصرية السلاح، على ضمان استراتيجية دفاعية. كيف بدنا نضمن امن اللبنانيين؟ تحرير الارض اول شيء، تحرير الارض، امن اللبنانيين، وقف الخروقات الاسرائيليه على الاجواء اللبنانيه وعلى الارض اللبنانيه وعلى المياه اللبنانيه، وتروح الى رفع الفيتويات عن استثمار الموارد الطبيعيه تبع لبنان، كان نفط، غاز، مي، كل ذلك. هذا كلنا معنيين فيه. والحرب على الكل. بس انا عم لوم حزب الله على الانخراط بحرب اقليميه، اعطاء اسرائيل الذريعه لتوسيع هذا الامر ولا ربطه بشكل واضح بالحرب بايران. ما ربطه هو بتحرير الارض اللبنانيه. هيدا المشكله معه.
في مبادرة اليوم عم يطلقها رئيس الجمهورية، وبالطبع أنت سمعت فيها، مؤلفة من 4 نقاط. اليوم أول شيء أنتم كتيار وطني حر بتدعموا هذه المبادرة؟ هلا نحن بنتفهم رئيس الجمهورية من موقعه انه بده يعمل كل شيء ممكن لإنهاء الحرب، لوقف دوامة العنف، ولا يحط القطار على سكة الحل الدبلوماسي والسلمي يلي بيقدر يرجع لنا الأرض ويعملنا استراتيجية دفاعية تقدر تضمن أمن اللبنانيين. نحن بنتفهم انه يعمل كل شيء بهيدا الاتجاه. هلا طبيعي ورقة المفاوضات هي ورقة لها ثمن، يعني كان بيسوى كمان تنحط على الطاولة بطريقة أخرى يكون فيها تحصيل شيء أيضا للبنان، وما تتجابه أو ينرد عليها بالشكل اللي ردوا عليها الإسرائيليين، يعني أو تجاهل الإسرائيليين. لا قالوا فات الأوان، يعني إنه طولتوا كثير، تأخرتوا ساعتها. هيدي كمان اليوم هيدي جزء من المفاوضات. هيدي معناتها إنه عم يحرق لك الورقة، هيدي ورقة حرق لك إياها، بقى كان فيها تنلعب بشكل يمكن متأني أو متقن أكثر. يعني استعجلنا نحن كدولة لبنانية وحطينا ورقنا واستسلمنا قبل ما كان في مرة ثانية كانت بيسوى تنعمل بطريقة يكون وقع أفضل. هلا بدي رح أقول. طيب اليوم بينحكى عن مفاوضات مباشرة بهذه المبادرة يلي أطلقها الرئيس عام، بتأيد هيدا الموضوع حضرتك؟ مرة ثانية ما هي اللي عم نحكي عنه. نحن ما عنا تابو، ما عنا محرمات على، نحن بنعرف كل الصراعات بتخلص على طاولة مفاوضات، والمفاوضات بتصير بين متخاصمين وأعداء، ما بتصير بين الأصدقاء، بتصير اللي مختلفين على شيء من خلاف صغير لحرب وعداوة تخلص كلها على طاولة مفاوضات. فبالتالي هذا المسار الطبيعي للأمور، انه الحروب، العداوات، الخلافات، النزاعات كلها بتخلص على طاولة على طاولة حوار. ولا مرة كان نحن من دعاة السلام، وكنا نقول انه نحن ملتزمين موقف الدولة اللبنانية اللي هو المبادرة العربية للسلام المتخذة بقمة بيروت سنة 2002، ونحن مفصلينها. الأرض مقابل الحقوق، السلام مقابل الحقوق. الحقوق هي الأرض، هي تحرير اللبنانيين، استعادة كل الأرض، تحرير اللبنانيين، إذا في لبنانيين مخطوفين تحريرهم كلهم، عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلدهم أو أي مكان آخر بحبوا يروحوا عليه. يعني إذا تخلوا عن حق العودة هن هذا ما بيرخص لهم يقعدوا عندي، يعني ad vitam aeternam. كمان عودة النازحين السوريين، لأنه ذات المؤامرة اللي جابت لنا الفلسطينية هي جابت لنا السوريين. رفع الفيتوات عن استثمار مواردنا الطبيعية، النفط، غاز، مي، وصرت مكررة كذا مرة. سد بسري مثل بلوك رقم 9 ذات الفيتو. أوقات بيستعملوا بعض الأبواق بالداخل، بعض الشغيلة عندهم بالداخل حتى يعرقلوا لك سد مثل سد بسري يلي بحل مشكلة نص سكان لبنان ل 30 سنة لقدام بالمي. واوقات بيستعملوا شركات النفط الاجنبيه، بيضغطوا على شركات النفط الاجنبيه تيوقفوا تنقيب. يعني هيدي كلها بذات السياق عم بتصير. هيدا هي نحن اللي على طول كنا نحكي، نحن من دعاة، مش من دعاة الحرب، وما عندنا عداوات مبدئيه وابديه مع اي من البشر. نحن بنشوف انه البشر لازم بالاخر يقدروا يعيشوا مع بعضهم بسلام. انما هيدا الامر له الطرق يلي بيقدر يأمن فيها واحد مصلحة لبنان بسيادته، حريته، استقلاله، كل مصالحه الاقتصادية والحيوية بدها تكون مؤمنة بحيالله سلام ممكن يروح عليه البلد. ايضا سمعنا عن مقترح فرنسي، ولو انه الخارجيه الفرنسيه يمكن تنصلت او نكرت هذا الموضوع، يلي بيقول انه لبنان لازم يعترف بدولة إسرائيل. شو معلوماتك عن هذا الموضوع؟ ما بعرف، ما تابعته وما تبلغني رسميا. هو من الأمور اللي بنقراهم بالإعلام. هلا بالآخر لما الأفرقاء بيقعدوا على ذات الطاولة ما حدا
يرفض وجود الاخر. لما بيقعد على زيت الطاوله ببلش يحكي معه. ما هيدي خبريه طبيعيه. شو إلها معنى هاي السيريمونيال، يعني الاحتفاليه فيها. لما قلنا الصراعات الحروب كلها بتخلص على طاوله مفاوضات، انما هيدي إلها طاوله المفاوضات، إلى الظروف يلي بدها تتأمن لحتى تحفظ مصالح البلد، مش تكون رايح عم يحرق مصالح البلد او عم يتخلى واحد عن مصالح حيويه، او لا سمح الله عن اي جزء من البلد، او التفريط باي لبناني بحقوقه او بسلامته. كان لافت كلام رئيس وفد التفاوض الاسرائيلي اللي تم تعيينه مع لبنان، رون ديرمر، من بعد ما كنا عم نسمع انه الجانب الاسرائيلي ما كان بده، بيقول يمكن امبارح انه يمكن الحديث عن اتفاق سلام مع لبنان وتم تسويه معظم نقاط الخلاف الحدوديه، وانه ليس لدينا تخطيط لاحتلال لبنان، وهناك 13 نقطه خلاف حدوديه مع لبنان تم تسويتها مثل ما قلنا. هيدا الشيء انه عم يفتح الجانب الاسرائيلي هلا ايده يرجع يمدها من جديد. عم الاسرائيلي يمكن هيدا عم يفتح مجال ل تحول بموقفهم. بالاخر اذا هو عينوه رئيس الوفد المفاوض، طبيعي بده يطلع. يعني ما فيهم يعينوا رئيس وفد من عده الشغل تبعه يكون فليكسيبل رئيس الوفد المفاوض، لانه ما حدا رح يقعد مع حيط بوجهه. يعني بده يظهر حاله انه هو حدا قادر يعمل هذا طبيعي يطلع هيك كلام عن رئيس وفد مفاوض، لانه شغلته يلاقي حل. سمعنا عن يمكن بكون مكلف يلاقي حل. سمعنا يمكن عن اسماء وفد كمان بالتفاوض اللبناني وعن مكان، ما عندك شيء معلومات؟ لا، ما بدي اعلق على الاسماء. بس يصير في تعيين او تكليف رسمي، منعلق على اداء الاشخاص اللي رح يجوا. ما عندي موقف مسبق من الاشخاص، وخاصه اذا ما بعرف مين رح يتعين. هلا المكان بصير كمان امر لوجستي بيتم يعني. ما هي شغله فخامه الرئيس. الماده 52 من الدستور واضحه، هذا امر عند رئيس الجمهوريه، وهو يعني هو اللي بيعمل الاجراءات اللازمه فيه. وهيدي النقطه يمكن البعض استوقف عندها، انه اليوم الشخصيه الشيعيه عم بيسميها الرئيس بري، وهو الان يعني رافض لهيدا الموضوع قبل وقف اطلاق النار، وبعده متمسك بلجنه الميكانيزم. بداية المادة 52 من الدستور واضحة، هيدي عند رئيس الجمهورية. هلا بفهم رئيس الجمهورية يكون عم يطمن كل الأفرقاء اللبنانيين، يكون عم يجرب يشكل وفد عم بيشارك فيه الأفرقاء اللبنانيين حتى يطمنون كلهم. هلا مرة تانية هيدي هن سوا مألفين هيدي السلطة، نحن المعارضة. هيدا امر بين بعضهم عم بصير، نحن بنعلق على نتائجه. بقى كيف رح يتفقوا عليها، هيدي بيرجع على اعضاء سلطه كلهم. كل اليوم اللي عم يتفقوا او عم يختلفوا، اللي عم يتراشقوا عبر الاعلام، هن كلهم مكونات لذات السلطه اليوم اللي موجوده بالبلد. نحن الوحيدين المعارضه اللبنانيه. هن توافقوا وترافقوا من بداية ال 25 بالله، وهيدي امام اللبنانيين كلهم بيشوفوا نتيجة هيدي السلطة اللي نتجت. هيدي الحكومة اللي عملت بيان وزاري يعني كثير طموح. بكره نتحاسب، ومش غريبة انه تكون ذات الافرقاء هيدي سعيت لتأجيل الانتخابات النيابية خوفا من محاسبة اللبنانيين على هيدي السنة اللي قطعت. يعني برأيك تأجلت فقط خوفا؟ لا، عم اقول مش غريبة. هي جزء من اكيد في تقاطع مصالح عدة داخلية وخارجية حتى تأجلت هيدي الانتخابات، وبنحكي فيها اذا بدك، اذا هلا صار
اذا هيدا بما انك تطرقت لها، مين المستفيد الاكبر من تاجيل الانتخابات؟ ليكي انا بعد انتخابات 22 الانتخابات يلي انتجت هيدا البرلمان، مش قبل مش من جمعه قلت انا خايف على الانتخابات اللي بدها تيجي بال 26 بعد 4 سنين. وانسالت ليه وكنت قلت لهم لانه هو ذات الافرقاء لما اخذوا الاكثريه بال 2009 ضلوا يأجلوا الانتخابات 9 سنين لل 2018 وتغير القانون الانتخابي وخسروا الاكثريه من دون ما حدا تاني يربحها، لانه رحنا على نسبيه، صاروا كل الاطراف ممثلين وكل الاحزاب، بطل في 51% بيلغي 49 صار ال 51% بيتمثل ب 51% من المقاعد وال 49% بيتمثل ب 49% من المقاعد. لما حصل هيدا الامر صاروا يطالبوا من تاني نهار بانتخابات مبكره اذا بتتذكري، وعملوا ثوره وكسروا البلد وسببوا الانهيار الاقتصادي وغطوا تهريب الاموال وتسكير المصارف، حتى طلعوا على ظهر هيدي النقمه الشعبيه، رجعوا عملوا برلمان عندهم حصه اكبر فيه بال 2022 واللي مبين من الاداء انه مبين. لما رجعوا اخذوا هالاكثريه ب 22 عم يسعوا اليوم ذات الشيء مثل ما سعيوا بال 2009 يحافظوا على اكثريه، رح يخسروها باي انتخابات لانه انكشفوا امام الراي العام. انكشفوا يلي ادعوا الاصلاح والتغيير بانتخابات 22 انه طلعوا لا اصلاح ولا تغيير، طلعوا وجه اخر لذات المنظومه، طلعوا بيقدروا كلهم سوا يقتلفوا مع بعضهم من على التيار الوطني الحر. وتظاهرت بحكومه نواف سلام انه قدروا كلهم سوا رجعوا ائتلفوا مع بعضهم وعم يسعوا لا استدامه وتأبيد اذا بدي هيدا الوضع السياسي وهي التوازنات السياسيه عبر تأجيل الانتخابات النيابيه. رح يخسروا هدول الكتل يلي حضرتك بلا ما نفوت بالتسميات اكيد رح يخسروا لانه يمكن عم نحكي كقوات كلهم. ما اليوم ما اللبنانيين شايفين اللبنانيين اليوم ادائهم بالوزارات اللي استلموه، بالعكس عم بيشيدوا فيهم. في كثير مين عم بيشيد فيهم؟ بالخارجيه عم بيشيدوا باداء وزير الخارجيه عم نحكي جد. اداء مين؟ عم بيقولوا انه هذا اول مره بيجي عنا وزير خارجيه سيادي وبحط النقط على حروف. وين سيادي؟ باستدعاء السفير الايراني. استدعاء السيادي عدنا بالخارجيه كل اللي صار بوجه اليو ان اتش سي ار وبوجه المنظمات الامميه اللي اللي فرضت لك النازحين السوريين والتغيير الديموغرافي والدمج والهيدا كله، هيدا صار على استدعاء قائم بالاعمال على وزير عم يعمل سياسه حزبه، على وزير عم يستدعي الحرب الخارجيه. هي سياديه بشرفي. كيف بتوصفها؟ شو بدي اوصفها؟ هودي ما بيستحقوا يكونوا بالخدمه العامه. بكره الشعب اللبناني رح بيحسبهم بالانتخابات اللي جايه. ونية الدبلوماسيه اللبنانيه بالحرب اللي صايره على كل لبنان. كنا عم نحكي قبل بشوي العالم كله تعرف على سفراء فلسطين بوقت الحرب على غزه يلي كانوا مشغلين المجتمع الدولي كله كرمال حمايه شعبه. بالرغم شو عامله حماس، بالرغم من اللي عملته حماس، بالاخر كان في عالم تحت الدمار، كان في دبلوماسيه عم بتجرب ترفع عنهم الاذى. وين الدبلوماسيه تبعنا؟ وين التوجيهات للسفراء؟ شو عملوا؟ شو هالحكي هيدا؟ اليوم اداء وزير الخارجيه ما بيمثل السلطه؟ الملحقين الاقتصاديين يلي تم توظيفهم وفق القانون والمرسوم اللي طالع سنه ال71، اجا قال ما عملت دراسه ووداهم. رجعوا النواب ولجنه الاقتصاد ومدري شو ووزراء تانيين انه لا يا عمي خلينا نرجع، بس هيك نكد سياسي، لانه هودي تعينوا
على ايام الوزير باسيل. شو عم نحكي؟ جد اللي عم بتقوليه؟ جد؟ وزارة الطاقة جد؟ هيدا جد؟ هيك بيديروا وزارات؟ ما بيقولوا لكم انتم ما بحق لكم، كان لكم 15 سنه ماسكين وزاره الطاقه وما جبتوا الكهرباء، هلا جايين شو تنظروا يمكن على وزير لا الطاقه. هذا كلام مش بوجهي انا، مش بوجهي انا. بينقال نحن استلمنا الكهرباء كان في بين ال 10,000 وال 11,000 جيجا وات اور بالسنه، طلعتها لفوق ال 15,000. الوزير باسيل والوزراء اللي ورا على ايامي انا كانت فوق ال 15,000. زدنا 50% انتاج طاقه. مش انا عملت الثوره، مش انا لغيت اتفاقات بناء المعامل. منيح، هن بيحملوا مسؤوليه تدمير القطاع. وحتى لما اجوا الوزراء يلي بعد الثوره رجعوا قدروا رفعوا لفوق ال10 ساعات الكهرباء، رجعوا نزلوها لل4. الشباب هيدي مش قدام العالم عم بتصير؟ بس اليوم بيقولوا لك انه ما عم يكلفوا الخزينه اي عبء اضافي. مش هن اللي ما عم بيكلفوا الخزينه، هن ورثوا تعرفه مصححه ب 28 سنت. الكهرباء كل ما تعطي كهرباء كل ما تربح كهرباء لبنان. نحن طالعين 3 مرات على مجلس الوزراء تنصلحها للتعرفه اللي كانت 9 سنت وبتكلفنا 27. 3 مرات ما كنا عم نكلف لها. هاي كانت مدعومه سياسه الدوله، كلهم مشاركين فيها ومصوتين على الموازنات انه ندعم الكهرباء، ونحن اللي كنا رافضين ندعم الكهرباء طلعنا 3 مرات ونخسر التصويت. وما قدرنا ربحنا التصويت الا بحكومه ما كانوا هن فيها. كان فيها اخر حكومه قبل اخر حكومه بعد العماد عون، ورثناهم ورثه ما بيحلم فيها وزير طاقه، تعرفه مصححه. بعدين اليوم تخبرك شو عم بيكلف. لما كهرباء لبنان قادره تعطي 14 ساعه وهو بنقي يعطي 4 ساعات، ال10 ساعات اللي ما عم تاخديها من كهرباء لبنان ب 28 سنت عم تاخديها من المولد ب 40 و50 سنت. عم بيكلف اللبنانيين مليار فاصل 3، يعني مليار و300 مليون دولار بالسنه من جيبهم، عم يدفعون زياده. شو هالادعاءات هاي؟ ما بنرجع منعيد اسطوانه اظهرت ان اسطوانه مش صحيحه، كذب، منظومه كذب. هودي كلهم اللبنانيين اللي عم يدفعوا الفاتوره باخر الشهر شايفها. امبارح بقصه البنزين زادوا 300,000 لانه رجعوا عم يستعيدوا سياسات. بس هن ما صوتوا عليها وكان مجبور الوزير انه يمضي عليها، يعني لنكون واضحين وحقيقيين مع العالم، هن ما صوتوا عليها. والله ثاني نهار بيمضي بالها يروح يطعن بشورى الدوله. ليه انا اللي طعنت بشورى الدوله؟ ليه مش هو راح طعن بشورى الدوله؟ اذا مش بعدين اذا ما بيعرف يجيب حدا يعلمه. 12,480 على 2004 المرسوم بقول هاي بتبلش من عند وزير الطاقه. كيف بيخلي وزير المال يستولي له على صلاحياته ولو ما هن قبضيات وسياديين ورجال؟ كيف؟ هيدي سبق وحصلت سنة 2011 بشباط 2011 وصار في خلاف بين الوزير باسيل والوزيرة ريا الحسن بذات الموضوع، وهو وزير منه معفى من معرفة هذا الأمر اللي صاير بوزارته لأن صار ذات الحادثة. وطلع الوزير باسيل واستعمل المرسوم 12,480 وخفض 5,500 ليرة بهيداك الوقت أو 5,000 ليرة. اوكي بس تشيلي من التي في بكون خفضتي 5,500 ليرة كمان عنهم بهيداك الوقت. وراحت شورى الدولة وديوان المحاسبة عطيوه هيئة التشريع والاستشارات وشورى وديوان المحاسبة عطيوه الحق لوزير الطاقة بهيداك الوقت انه هاي الصلاحية عند وزير الطاقة. كيف بيخلي يغتصبوا له صلاحياته؟ هو هن القبضيات السياديين اللي عم بيبيعوا العالم انهم بيعرفوا وانه هن قدها؟ لا، لما صار بدها ما طلعوا قدها.
ولا طلع لا بدهم ولا بيعرفوا كيف ولا قادرين يعملوا. طب اليوم كيف بتوصف ادائهم؟ اكثر من هيك توصيف؟ اداء كارثي. بكلمه كارثي. كارثي. طيب بدي ارجع على وزير الخارجيه، بما انه كنا عم نحكي بالمفاوضات، شو لازم يعمل وزير الخارجيه لو مثلا انتم كتيار وطني حر كنتوا مطرحه اليوم بظل العدوان اللي عم يتعرض له لبنان؟ ما حصل قبل ازمات وكان وزير الخارجيه تيار وطني حر وفيما بعد رئيس تيار الوطني الحر، وشفناه كيف يعمل بثلاث 4 ايام 7 8 دول حتى يجيش العالم كلها الى جانب لبنان، بغض النظر من موقفه السياسي من الشريحه المستهدفه بالبلد. بالاخر هو لبنانيين، لو مختلف انا وحزب الله اليوم، بس هون مش عم بيمثلوا لبنانيين. الحرب رح تخلص، بدنا نرجع نعيش مع بعضنا كلبنانيين، او عندهم مشروع تقسيمي ما اما شيء غير عالم. طب اليوم بعض بيسأل انه لو كان وزير الخارجيه تيار وطني حر كان رح يتجرأ يعمل مثل ما عم يعمل وزير الخارجيه يوسف رجي، انه يستدعي السفير الايراني ويطلع عنه انه يقول نحن ما بنقبل تدخل ايراني ببلدنا؟ سيدتي راجع ما بعرف، مش على ايام جدك هو صاروا 2014 2020 2020 هو مش من التاريخ القديم. راجع ادائنا بوزاره الخارجيه، وبعدين عراضه استدعاء سفير هيك اليوم بتصير بوزاره الخارجيه. هول العرضات الاعلاميه في لبنانيين مسيسين عم يسمعونا، ومش جدهم مخبرهم عن ادائنا بين 2014 و 2020. عيشوه. هول وزارات وبالحكومات اللي كنا فيها كانوا وزارات. معليه اليوم كوارث الوزارات، خرب. بدي ارجع على موضوع المفاوضات، يعني كانه نحن الدوله اللبنانيه عم تحكي بمفاوضات وكانه هي بتملك قرار الحرب والسلم، بس ولكن اليوم على اي اساس يمكن الدوله اللبنانيه بدها تروح تعمل مفاوضات وحزب الله منه راضي ووصف انه هذه المفاوضات استسلام؟ مرة تانية أنا اليوم المعارضة اللبنانية حزب الله ممثل بهالحكومة، وهو جزء من السلطة وجزء من تكوين هيدي السلطة. بقى السلطة عليها تشتغل وتشتغل مع حزب الله تتعمل اللي وعدتني فيه أنا كمعارضة. هن الالترناتيف. أنا مش دوري اليوم لإلهم المبررات. هن سلطة متكافلة متضامنة، نشأوا بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية تبع 27 نوفمبر 2024. هو أنتج هيدي السلطة كلها بكل مكوناتها، المتكافلين المتضامنين، ما يلعبوا أدوار. هلا القوات وحزب الله، الكتايب وحركة أمن، كل الأطراف المشاركة بهيدي الحكومة ورئيس الحكومة، كلهم بذات الحكومة، ذات السلطة، ذات المنظومة. ما في غير التيار الوطني الحر براتها. هن اللي بدهم يخبروني شو بدهم يعملوا. الالترناتيف اللي تنطح على المسؤولية وقال هو أدى، يجي يخبرني شو بده يعمل، كيف هو أدى. بدي تعليقك على قرارات الحكومة الأخيرة، حظر الأعمال العسكرية لحزب الله، حكينا أيضا بتوقيف بعض العناصر كمان ومحاسبتهم، يمكن بعدين رجعوا طلعوا، ولكن أنه قرار توقيفهم يمكن هو شيء جديد. أيضا مثل ما حكينا استدعاء السفير الإيراني، عدم استخدام كمان كلمة مقاومة عند الإشارة لحزب الله. كيف شايف هذا الأداء؟ عندي عدة أمور. أول شيء بلشت بقرارات الحكومة. نحن كان لنا بيان واضح، نحن وبزيارتنا لرئيس الحكومة هو قدر انه نحن معارضة بناءة. لما بتكون عاملة الحكومة شيء بالاتجاه الصحيح ما بنقلها منا معارضة نكدية مثل ما كانوا هني بوجنا. وقدر هيدا الشيء. ونحن الاسبوع الماضي كنا بزيارة لعنده لرئيس الحكومة. نحن أيدنا
قرارات الحكومة، ونحن بندعم الجيش اللبناني. نحن داعمين الجيش اللبناني اللي بنعرف انه هو حكيم وبيعرف المصلحة الوطنية وعندنا ثقة كبيرة فيه. بقى هيدا نحن موقفنا. قد ايه بترجعي بتكرري لي استدعاء هيدي خبريه بتصير كل يوم بوزاره الخارجيه، عراضه اعلاميه نقطه على السطر، هيدي الماكسيموم تبعها. السؤال الثالث ايضا حظر استخدام كلمه مقاومه عند الاشاره لحزب الله، هيك طلب وزير الاعلام بول مرقص. ليكي انا بالمبدا نسي قصه حزب الله، حطي حزب الله على جنب. انا ضد، وحضرتك اعلاميه بتصور منك لوحدك لازم هيدي تاخذيها انستنكتيف في القصه، ضد توجيه الاعلام. بقى وزير الاعلام هيدا ما له يأيد الحريات. نحن بدوله حره، كل واحد بيسمي اللي بده اياه مثل ما بده. بقى انا ضد هيدا الامر بغض النظر عن حزب الله وعدم تأييدي لكل وانتقادي للي عملوه للذريعه على طيعه واللي حكينا فيها وفصلنا. نعم. انا اللي بيخوفني لما ببلش وزير بالدوله اللبنانيه وزير اعلام اما شيء يحكي بهالطريقه على المقاومه او على شيء ثاني، حظر هيدي الكلمه او هيدي التسميه او حظر تسميه ثانيه لبكره، هيدي انا ببلش خاف على الحريات. هيدا الامر بتصور برات مش ما كانت مش موفقه معه بالمبدا بغض النظر عن موضوع حزب الله وتأييدنا لاجراءات الحكومه من اجل حصريه السلاح بايد الجيش اللبناني. نعم. وكل ما الى ذلك. انما يبلش وزير اعلام وبكره شو بعرفني يمكن وزير عدل وبعد بكره رئيس حكومه ولا يعملوا هيك كيف بدي اقول قرارات بتمس بحريه التعبير وحريه يعني الكلام. هيدا امر يعني ما بيبشر بالخير. كمان توقفت عند ذكرت لك قبل شوي مساله توقيفات لعناصر حزب الله، شفنا شو صار بالمحكمه العسكريه عندما توقف 3 عناصر حزب الله، رجعوا طلعوا بكفاله يمكن 1,900,000 ليره، كيف طلع على الموضوع؟ ليك بالاخر القضاء اذا في خرق بالقانون، في شو بدي اقول ثغره بالقانون، خليهم يروحوا نواب السلطه يقدموا الاقتراح. اذا السلطه عندها اعتراض على اللي صار بالقضاء، خلي نوابها لهيدي لانه هن طبيعي بيمثلوا الاكثريه النيابيه يقدموا اقتراح قانون لتعديل هيدي القوانين. اما بالاساس حمل السلاح، حمل السلاح الغير المرخص اكيد انا ضده في قوانين ساريه المفعول. هلا موضوع الغرامات وقيمه الغرامات فاكيد، بس بالاخر هيدا كله كوزماتكس، عم نحكي كوزماتكس وعرضات إعلامية للبعض أو للبعض الآخر تيغطوا فشلهم بإنجاز يلي تعهدوا فيه بالبيان الوزاري لحكومة الائتلاف يلي كلهم مختلفين فيها، يلي تعهدوا لنا بحصر سلاح واستراتيجية أمن وطني سموها، تما يسموها استراتيجية دفاعية، تما يستعملوا ذات الكلمة اللي استعملها التيار الوطني الحر. حرين يسموا اللي بدهم اياه، بس هن تيغطوا فشلهم بهيدي السنه اللي سبقت ويلي ادى الى توسيع الحرب من دون ما اعفي اسرائيل من مسؤوليتها. بس في مسؤوليه على حزب الله وفي مسؤوليه على الحكومه اللي حزب الله كمان جزء فيها، ان وصلنا لهون تيغطوا هيدا الفشل. بيروحوا على كوزماتكس ساعه بدهم يتخبوا ورا الجيش ويرموا عجزهم عليه، وساعة بدهم يتخبوا ورا قضاء عمل بحسب القوانين المرعية الإجراء. إذا القوانين كانوا 1,900,000 كانوا $1,300
1260 دولار 1300 دولار بالسابق وما انضربوا صاروا 20 دولار، مش مشكلة القاضي يلي بدهم يتخبوا وراه، يروحوا هن يحلوا المشكلة. والمشكلة ما بتنحل انه اذا وقفت واحد حامل سلاح او اعطيته غرامة عالي. المشكلة بتنحل لما بيروحوا هن بحطوا استراتيجية دفاعية بتأمن حماية البلد، وبيروحوا لحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، وبيروحوا اكيد لتأمين الاستراتيجية الدفاعية بدها تكون مبنية. نحن وصلنا معهم انه عملوا اتفاقية دفاع مشترك مع امريكا مثل ما عملت قطر، بس امنوا لنا امننا وحصروا سلاح بايد الجيش اللبناني. هيك بتحلوا الامر. ما بنروح على كوزماتكس وهيك امور تجميليه صغيره تنخلق مشكله على الغرامه يلي غرمناها الواحد حامل سلاح مش مرخص او حامل سلاح حربي منه للدفاع عن نفسه لما رايح تا يشتغل عسكريا مع حزب الله. هيدي كوزماتكس تيغطوا مره تاني فشلهم بالسنه اللي قطعت. تخشى اذا في حال رحنا على مفاوضات وصارت المفاوضات انه يفرض على لبنان اتفاق يمكن اذا بدنا نقول مش ابشع اصعب من اتفاق وقف اطلاق النار تبع تشرين الثاني 2024، بقراءتك يعني بخشى بقراءتي، لكن بخشى بقراءتي يعني هيدي السلطه الظاهر مثل ما هي، يعني حقيقه ما اعطيتها الثقه انا لا عند تشكيلها ولا عند طرحة الثقة فيها. فمش أعطيها الثقة هلأ إنها هي رح تأمن المصالح اللبنانية على طاولة المفاوضات اللي بهيدي الممارسة السنة. هاي الحكومة منا قدها، هاي الحكومة منا قد المسؤولية للأسف. لليوم نحن كلبنان ما عنا لا تطمينات ولا أي شيء يمكن بيضمن أنه ما يتم استهداف المنشآت الحكومية والمدنية، يمكن من مطار ومرفأ. أوكي طيب وين شغل مرة تانية؟ وين شغل السلطة؟ وين شغل الحكومة يلي بعتنا هي حالة أنه هي مدعومة من الغرب ومدعومة من الدول العربية؟ وين شغل وزارة الخارجية تبعنا بيعطينا هلا عم بتعملي له رعاية انه سيادي كثير؟ وين الشغل هيدا؟ انا عم بقول لك وجهة النظر الثانية، انا مش عم بعطي رأيي. لا بس انت قلتي لي اياها، انا عم جاوب. وين هو شغله؟ في كلام يمكن البعض استنكروا لقيادة بحزب الله محمود القماطي، وصفوا بالتهديد للداخل وللحكومة، بيقول قادرون على قلب البلد وقلب الحكومة ولصبرنا حدود. وأضاف حكومة فيشي كانت تعتقل المقاومين وتعدمهم ثم تم إسقاطها وأعدم الخونة فيها، إن شاء الله ما نوصل لهون. وكأنه خليها تخلص الحرب وفي لحسن. أول شيء كل كلام تهديدي بين اللبنانيين هو كلام مرفوض. بعدين الاستعارات من حكومة فيشي المتعاونة مع احتلال، فينا نعدد كم فيشي كان فيه؟ حقيقة ما بيبقى إلا التيار الوطني الحر برات التعداد. منعدد الاحتلالات اللي توالت على أرضنا وكل ومين تعاون مع مين؟ بقى هيدي مش موفقة. واثنين طبيعي نحن البلد تبعنا بلدنا مختلف عن وضع فرنسا. بقى التشبيه منه موفق. واكيد بلبنان لا يمكن التهديد لا بالانقلابات ولا باي تبديل بالقوه، لانه هيدا رح ياثر على وحده البلد وتعزيز شعور الفرقه عند اللبنانيين. وتعزيز شعور الفرقه عند اللبنانيين هو تعزيز المشروع التقسيمي اللي هو المشروع الاسرائيلي. وبتصور الكلام كله هيدا defeats the purpose يعني. كمان جريدة الأخبار كمان نشرت عن بيان عن الضباط الوطنيين رجعنا في الجيش اللبناني، وكأنه البعض هون عم يخشى انقسام داخل الجيش. وشفنا كمان قبل كان في يمكن بعض ما عجبوا أداء قائد الجيش، وفي البعض انه تم هاجمه. نحن ثقتنا عالي بقائد الجيش، بقيادة الجيش، بالمؤسسة العسكرية كلها يلي بيعرفوا شو يعملوا وبيعرفوا يضمنوا وحدة الجيش اللبناني، لأنه هو المؤسسة
اللبنانية الأخيرة يمكن يلي بتلاقي ثقة ودعم كل اللبنانيين. هلا الانتقادات يلي اجت سبق وقلت في البعض اللي بده يغطي عجزه بهالحكومة وبكل الوعود يلي عطاها للبنانيين، راح يكب اللوم على الجيش اللبناني. الجيش اللبناني هو جزء من استراتيجية دفاعية. شو عملوا هن؟ وين أمنوا له الغطاء السياسي وحتى ما يعمل صدامات وحرب أهلية؟ وين أمنوا له الإمكانات حتى يعمل المهمات اللي مطلوبة منه؟ بقى هودي الانتقادات كمان مرة تانية حتى يخبوا عجزهم بالحكومة عن انه يقوموا باللي تعهدوا فيه بالبيان الوزاري. نختم هذه الحلقة. القناة 13 الإسرائيلية بتحكي إنه تقديرات عسكرية باستمرار الحرب مع إيران لأسابيع، بس مع لبنان لأشهر، وكأنه فصلوا جبهة إيران عن جبهة لبنان. شو بتخشى منه وشو شايف للبنان وشو الحل؟ هلا في شغلتين بيلحكى هون. هلا اكيد في جزء منه من الحرب النفسيه يلي اسرائيل بتعرف تمارسها. اما موضوع فصل الجبهتين بقى هو كان متوقع، لانه المتوقع انه امريكا ما تفوت بحرب طويله. عندهم استحقاقات بامريكا، عندهم استحقاق الميد تيرمز بنوفمبر، عندهم قبله بجون المونديال صاير عندهم. بقى كل هيدا بدهم يستعملوه الامريكان منشان يربحوا الانتخابات الميد تيرمز يعني. فبالتالي ما بتصور الامريكان رح يكملوا بحرب طويله ما عم ببين فيها نتائج ملموسه للشعب الامريكاني، ما رح تخدمهم. بدهم اكزيت استراتيجي منها. اما هون عندنا بقى اكيد الوضع مختلف. الكونترانت دو تون اذا بدك، او يعني محدوديه الوقت غير محدوديه الوقت واكيد بيخشى واحد انه تطول اكثر. بس كمان مره ثانيه هذا الكلام هو جزء بالحرب النفسيه اللي بيتوقعوا واحد من الاطراف باي حرب. النائب سيزار أبي خليل، نحن بدنا نتشكر حضورك معنا اليوم. متابعينا لهون بتكون خلصت حلقتنا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.